يا صباح الخير يا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ نورين. الفيديو اللي انتوا طلبتوه مننا هنعمل لكم النهارده الكوبيب. اصبر ما تستعجلش. بصوا بقى، احنا هنعملها النهارده باللحم بالفراخ، بس هي نفس الطريقه لو هتعمليها باللحمه المفرومه عادي خالص. ايوه. قبل ما نقول المكونات اللي معانا تعملوا ايه؟ متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اللي هننزلها ان شاء الله. نبتدي. بصوا انا معايا ايه، صدر فرخه اهو، انا مقطعاه على شكل قلب، بس انا مزوقاه يعني اهو. هشيل بقى كل ده كده. هعمل معاكم كل حاجه. هي مكوناتها الاول خضار انا مقطعاه، وبصل وتوم. بصل احمر ابيض، اي حاجه عادي. والتوابل هقول لكم عليها دلوقتي، والرز طبعا. بس كده. الرز. ممكن بقى الفرخه دي تبقى بدلها ده البانيه، يبقى بدلها لحمه مفرومه، هتبقى نفس الطريقه بالظبط. يعني احنا عايزينها بالفراخ المره دي. بس هي لو انت هتعملها باللحمه مش هتفرق اي حاجه، هي نفس المكونات ونفس كل حاجه. انا هقطعها بس ايه حتت. المفروض حتت صغيره يا شباب. ما انت هو اصلا انت اول ما هتدقه هيتهري زي المفروم كده. ما انت هتدقه هنا. احنا طبعا بنستخدم الليمون يا جماعه، ما حدش يقول كبه والكلام ده. احنا بنستخدم الليمون. الكبه اتحرقت. الكبه بتاعتي بصراحه يعني عشان نبقى واضحين مع بعض محروقه، فاحنا بنستخدم الليمون على ما ربنا يفرجها نجيب واحده ان شاء الله. هي طبعا انت بقى هتفرمي البانيه ده، هتخليه وتفرميه. حتى لو الكبه موجوده احنا بنحب ندقها في الهون اصلا، يعني بيبقى طعمها مختلف. انت بقى تفرمي، هتقطعي البانيه ده هو اسهل حاجه الكبه وتفرميه يعني. طبعا هي سهله، بس في ناس زينا كده بتحبها في الهون. هي لو الكبه موجوده انا هعمل فيها ده بس، هفرم فيها ده بس، لكن هي نفسها احب ان انا اعملها في الهون يعني. وحتى لو اتعملت في الكبه بتعوز تاخدها دقه برضو في الهون. صغير شويه صبور. ما انت موجود معانا اهو. موجود يعمل ايه يعني؟ هتدقها لنا ان شاء الله. بس هتدق عليا انا؟ وانا قاعد هنا مش هينفع. لا هننزل تحت في الارض دلوقتي. تحت في الارض. انت عامله ايه دلوقتي؟ كويسه. انت جاهز؟ طبعا انتوا كنتوا معانا في اللايف وانا بجهز الحاجات تقريبا كده ساعه. دي برضو بتعمليها؟ ما انا هعملها مع الحاجات اللي جوه، اقوم احطها في ليه بقى؟ مش عايزه تتقطع. حبايبي اللي طلبوا مني طريقه الكوبيبه انا ما اقدرش اتاخر عنكم طبعا يعني. لايكات، وانتوا طبعا رايكم الحلو بقى الجميل، وتشجيعكم لنا. انتوا على دماغنا ودايما يعني ننزل لكم كل احلى واحلى ونبسطكم معانا. احنا طبعا كنا بطلنا نعمل طبخ، بس الفيديو ده بصراحه طلب مني كتير قوي، قلنا نعمله اصحابنا وكده. احنا بنعملها كتير وطبعا انتوا بتشوفونا بنعملها تحدي، بس احنا ما كناش بننزل الطريقه. بصوا انا خلصت خلاص الصدر كله اهو. نشيل بقى دي كده، مش هتترمي طبعا يعني، احنا هنحطها في الشوربه مع بقيه الفرخه. بصوا انا كده قطعته. طبعا انت بقى اللي عندك كبه بتفرمها فيها، احنا بقى نفرمها فين يا اسلام؟ هنا في الهون بتاعنا. ايوه، الكبه بتاعتنا اليدويه. بصوا بقى نوقف، هننقل مكاننا ونرجع لكم تاني. ودلوقتي يا بنات هنبتدي في الخطوه الثانيه اهي. ادي الفراخ اللي احنا قطعناها مع بعض اهي. عمونا اسلام هيعملها لنا، هيفرمها لنا. دي الكبه بتاعتنا يا جماعه، دي نظام الكبه، دي الكبه بتاعتنا يا جماعه. فرمه هي حالا هتتعمل، بس في بس تكايه كده اقول لكم عليها. عجبكم ان انا فيها؟ بنحط ايه بقى؟ بقوم بقى حاطه كده ايه، سنه كربوناتو مع سنه فلفل اسود وهو بيدق كده. طبعا دي بتحصل الخطوه دي لو انتي بتعملي لحمه او بتعملي في الكبه. احسن لكم يا بنات ما تعملوش بالنظام ده،
ليه؟ والله ايديكوا هتوجعكوا. الكبة جميلة. الكبة رحمة. ايوه دي بقى السبع بهارات. السبع بهارات دي عشان خاطر بتدي ايه طعم حلو. انا عايز اعطس. عايزه اقول لكم التوابل بتاعتنا اهي. ده ملح اللي هو منور قوي ده. ده فلفل اسود، سنه بابريكا صغيره. دي البهارات على سنه كاري عشان انا عامله بالفراخ. دي شطه طبعا، ودي كمون، ودي بقى الكربوناتو. هو بيبقى لونه ابيض كده. شايفه اوريكم ازاي اهو. كربوناتو، جايبه كربوناتو الصوديوم اهو. هنفرمها بقى وهنرجع لكم على طول. دلوقتي يا بنات اتفرمت اهي. بصوا فرمتها. بصوا هي كده اتفرمت. ولو انت طبعا تعمليها في الكبه بقى ما شاء الله بتخلص ايه لفه واحده كده اه. يلا هنقول بقى هنعمل ايه تاني. هنقوم جايبين، هات بقى قسم الطبق ده كده. يلا. دي الكبيبه بالفراخ خطيره، بتبقى خطيره 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 يعني. لا الصراحة جميلة. بصوا جميلة جميلة. تسلم ايدك يا اسلام. يلا على اللفه التانية. نعم يا لهم اختي. لهم حطوا لايك. حطوا لايك واستنوا لي بقى. هنعمل ايه بقى تاني؟ لايك البصل والثوم بس اه عشان اقعد اعيط بقى وتشوفوني وأنا والخضار. هنعملهم نفس اللي حصل هدي نفرمهم يعني بمعنى صح ايه؟ اه تفريم. اه دي كان الاول بيقولوا بدل بتاع المفرمه اسمها ايه؟ كبه او الخلاط. دي النظام اللي انا بعمله ده ايه؟ الخلاط والكبه. بس بنعمل لكم ايام زمان كانوا بيعملوا ايه؟ ايام جدي وجدك وايام زمان بقى سنة التمانينات والتسعينات ايام زمان. بصوا بدل الخلاط بيعملوا بالنظام ايه؟ الفرمة دي يعني بيدقوا الدقة دي. بصوا بيعملوا كده اهو. بيفرموا بقى بالنظام ده. ده الفرم بتاعه. تمام؟ واخدين بالكم؟ دي كده بنفرم زي الكبة كده بتاع ده والخلاط. طب حط الخضار. طيب ما هحط حاجة عشان بتعمل ايه؟ اتملى. دي نظام الخلاط بقى. بصوا اللي هنا ده اللي هو المفروض هتحطيه في الكبه ان شاء الله. هيبقى بصل احنا عندنا الكبه والخلاط بس ايه محروقين. عليكم تاني. بصوا مش اقول لهم الاول حط الاول حبه من الابيض ده اسمه ايه؟ كربوناتو. ماشي. مع شويه فلفل اسود برضو نفس اللي حصل مع البنات. بس يا كوكي بصوا احنا عندنا متعه ان احنا نقعد نعمل كده مع بعض يعني. اهو يبقى كده. هو طبعا هيعمل كل الخضار ده خدوا بالكم. يبقى اللي في الهون ده عملنا خضار وتوم متقطع وبصل متقطع كده. احنا بنفرمه زي الفراخ كده اهي. فراخ اتفرمت اهي. بس يا كوكي هنخلص الجولة دي ونرجع لكم تاني. خلصت يا اسلام؟ ايوه. هو انا المفرمة بتاعتك؟ انت الكبة بتاعتي. يلا بقى احسن لكم متعملوش بالبيت. على فكرة دراع صباح انا بساعدها عشان دراعها بيوجعها يعني تعبانة. هي ما بتشيلش الحاجات دي من يوم الولادة وهي ما بتقدرش ترفع ايديها كده يعني مش عيب يعني لما الراجل يساعد مراته. ربنا يخليك ليا سمسمتي. وربنا يعيننا كمان يعني. والله بنستمتع لما بنعمل مع بعض. يعني الأسرة حلوة. الحياة حلوة مع الأسرة يعني بتكون مع بيتك وأسرة أهل بيتك. مش أي حاجة والله. بتبقى حلوة. بصوا اسلام فرم لنا الخضار. شطورة يا كبيتي. بصوا الخضار طلع كتير. هنسيب الحبة دول هنحطهم في السلطة. يلا هنعمل ايه بقى؟ الرز اهو. امسك بقى انت بقى ايه المكونات دي كده. التوابل اللي انا قلت لكم عليها ودي الخضار مع البصل يلا يا بنات تعالوا بقى اقول لكم هنعملها ازاي بالظبط. دي التوابل اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. دي الخضار والبصل والثوم. وبصوا بقى الفراخ. بصوا جابت عرق ازاي كده. القدامه فتلت كده. ده اللي هو هيخليها كبيبه بقى سواء في الهون او في الكبه بتديكي كده. ولو لحمه مفرومه نفس الكلام هتجيبيها مفرومه وهتدقيها دقه برضو. تعالوا بقى اقول لكم نعمل ايه. نقوم حاطين الفراخ. ده رز اهو. ده كده رز كده قد 2 كيلو مثلا او كيلو ونص عادي. بصوا طبعا البانيه دون قد نص كيلو.
كده حطيت البانيه اهو، واقوم بقى جايبه الخضار والبصل الحبه الحلوين اللي احنا عملناهم دول. ممكن على فكره ما لو انت هتعمليها في كبه ممكن ما تعمليش الخطوه بتاعه الخضار دي، بس لو عملتيها بتدي طعم يعني، بتبقى جميله يعني. المفرمه بتاعت صباح. المفرمه بتاعتي ادعولي يا بنات اجيب كبه. بصوا بقى هنقلب كل الاشياء بتاعتنا دي كده اهو. لا تؤاخذوني بقى على ايدي، لان الخطوه ديت لازم تعمل بالايد. هو احلى اكل لما يكون بيتعمل بالايد، النفس. تخافوش يعني، انا نضيفه والله العظيم، ويعني كل الحاجات عندي نضيفه وكده يعني. بصوا هي مش باينه الفراخ بقى ولا حاجه، هتبان كله هيبقى في بعضه، هتبان بقى في الطعم بقى. تعملوها وتاكلوها وتجربوها وتصوروا لي وتوروا لي. اهم حاجه ايه؟ تدعولي، اي دعوه تطلع منكم حلو. هتجيبي بقى كل التوابل اللي قلنا عليها، هرميها كلها كده اهو. ما تقولي على التوابل. ما انا قلت لهم. قولي تاني. انا الملح والشطه وكمون وفلفل اسود وبهارات كربوناتو. اللي هي 7 بهارات. وبحط سنه كاري بس لما بتكون بالفراخ، لو باللحمه ما تحطهاش. وبقوم حاطه بقى ايه؟ الكربوناتو. طبعا احنا حطينا حبه وحبه. ومين اللي هيعمل ده كله بقى يا صباح؟ ايه ده كله؟ هيفرم كل ده. اسلام بقى، ونقوم بقى ايه مقلبين كده اهو يا بنات يا أيوة. بنات يا بنات ايوه يا حلوين، احنا اخرنا نقلب. بصوا احنا بنقلب واسلام يدق، معلش يعني. حبيبتي اللي كانت بتقول لي يعني ايه تدق، هندقها دلوقتي يا ايمان في البتاع دي. اه هنضفها عملتها لك اهيت يا سومه. تعمليها وجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها. ولو عملتها باللحمه بتبقى جميله على فكره. هي دي طعم ودي طعم تاني خالص، بس هي كده كبيبه وكده كبيبه. يلا يا اسلام جاهز؟ جاهز. معناها نضيفها. ودلوقتي يا بنات جينا لفقره الدق. انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ يلا يا اسلام. يلا يا صباح. بصوا بعد ما قلبتها مش حاجة؟ عايزه اقول لكم على الريحه. يا سلام. سنه الكاري هو أنا ممكن في آكل؟ لا سنه الكاري في الكبيبه ام الفراخ بتخليها تحفه. بصوا منظرها جميل جدا. هوريكم منظر وبعد ما تتعمل خالص هوريكم بقى الاخر، عشان انت هتزهقوا معايا. عشان ده هو بس ايه اسلام هيوريكم اول جوله. دي اول جوله. تعالوا اوريكم اهو. دي كده بقى ايه نظام الكبه، بس بتطلع جميله بقى. بنعملها بقى اللي هي ايه يعني انت لو هتعمليها في الكبه ما تعمليهاش ناعمه قوي. في ناس بتحبها ناعمه قوي بيبقى اسمها مسمغه، وفي ناس بيحبها اللي هو خشنه سنه. احنا بقى من النوع ده بنحبها اللي هي نص نص. بصوا هيخلص ده هنخلص ده لا هنخلص ده ونرجع تاني. هنوريها لكم هتبقى عامله ازاي. حطوا لايك عشان خاطر الخلاط بتاعي. الكبه بتاعتي. يلا خلصت. بصوا بنات، بصوا طبعا دي بقى تتعمل في الكبه تبقى بنفس الشكل كده. هتبقى بنفس الشكل كده اهو. لسه ما اتفرمتش. بصوا ودي اتفرمت. بصوا دي هوريكم حنا نعمل فيها ايه. هي اللون ده عشان هي بالفراخ، لكن لو باللحمه بتلاقيها محمره شويه. بصوا دي هنبتدي واحد تاني. بصوا يعني هو اسلام يبقى كده ايه لحد ما نخلص يعني لحد ما دراعي يقف. انا بجرب واحده جوه نشوفها عامله ايه. زي ما انا يا بنات انا جربت لكم واحده اهي. دوق يا اسلام. طالعه شوف شايفين الدخان. وريني بس كده. استني. واحده. ايه رايك؟ تحفه والله. تسلم ايديه. رجعتني ايام زمان كنت بتعملها لي، فاكره؟ تسلم ايديه والله. طعمها جامد. جامد بجد يا بنات، جربوها والله العظيم رائعه رائعه رائعه. وبالفراخ حاجه وباللحمه حاجه تانية. لا وبطعم اسلام حاجه تانية يعني. طبعا. بصوا ايديا توجع. ويانا يا دقتي يانا يا كوبيتي. جميله يا بابا. حلوه يا كوكي.
جميلة. جميلة ماما، حبيب ماما انت. عشان اعمل لك كمان. لسه كمية عندنا كتير يا بنات. اه حد يجي يساعدني. مش تحطوا اللايك. انا بجد والله انا بعمل عشان خاطر الصباح دراعها وجعها، يعني من يوم ما جابت مازن، صح؟ من اول حور، بعد كده عالجت الموضوع ورجع تاني من ايام مازن. مازن ورضا. اياميها بقى كان عظمها ضعيف، ما ينفعش بقى تعمل اي حاجه والكلام دوت، كان بساعدها عشان كده يعني. ومش عيب يعني لما تكون ايه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد بيطبخ بيته وعياله. ويروق عليه افضل الصلاة والسلام. شجعونا يا بنات واعملوا شير الفيديو وحطوا لنا لايك، واحنا هنخلص كل الكمية اللي اسلام بيعملها دي وهنرجع لكم تاني. قلنا لكم بعد ما خلصنا ده اخر هون. بصوا بقى اسلام، استنورولكم. بصوا يوم صعب 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 جدا. بصوا خلصنا الكمية اهي، وادي الكوبيبة بتاعتنا جاهزة يا جماعة. جاهزة يا بنات، يا بنات يا بنات يا بنات. استنوا بقى وتشوفوها بعد ما تتعمل. كده خلصنا. هي طبعا مش هتتاكل كده، احنا بقى هنعمل ايه؟ هنصبحها، اوريكم حالا بنصبحها ازاي. طبعا كده خلصنا الكوبايه والفراخ بتاعتنا. هنقفل ثواني بس نلملم حوالينا ونرجع تاني نصبعها بقى. يلا. والتقريص. التقريص ده بقى ادي اعملوا لهم واحده كده سوا. بصوا ده زيت، من غير الزيت دوت هتلاقي حاجات بتلزق. اعملوا لهم واحده كده، لازم تعوزي ايدك كده زيت من تحت ومن فوق عشان خاطر ما تقعدش تلزق كده. انا عملتها من غير زيت اهو، انتوا شفتوا ملزقه ازاي. اعملي كده. طبعا التقريص ده حسب انتوا الحجم اللي انتوا تحبوه، يعني ممكن كبير ممكن صغير انتوا عايزينه. تقومي عامله كده، تعملي كده بقى بتاعت الفراخ عموما كده بقى ما بتاخدش وقت، يعني بتاعت الفراخ ما بتاخدش كده، يعني ما بتجمدش. شوفوا تلزق رخمه اهي. عايزه تكبريه عايزه تصغريه براحتك. يلزق ان شاء الله بتلزق، يعني ايه حاجه. يلا بقى نستنونا بقى ما نعمل كميه. هقول لهم واحد اهو. الصلاة على النبي، صلوا على النبي يا ولاد. اهو اسلام ايدين اسلام. عايزه اقول لكم الواحده اللي احنا جربناها تحفه. طعمها لو جميل. شميتوا ريحه الفراخ بقى اللي طالعه دي، يا سلام عليا. يلا انا عملت لكم طريقه الكوبيبه بس ما عملتلكوش الفراخ. انتظروا سوا. بصوا بقى احنا كده خلصنا. بتعمل ايه تاني يا اسلام؟ بعمل باقي الايه التوابل. بيعمل لنا، بصوا عايز ياكل تنجان بابا غنوج، ولسه هعمل المكرونه. بصوا احنا كده خلصنا الكوبيبه والحمد لله. حط ملح ولا حاجه؟ ايدي ما اقولكوش يعني. طبعا ملح لازم بس متخن. ادي الكوبايه بتاعتنا اهي، هوريكم حالا وانا بسويها وكل حاجه. هي بتتعمل كده اهي. كده خلصت الحمد لله. لسه هدخل ورجعنا لكم تاني. بصوا بقى وريهم الشوربه يا اسلام. دي الشوربه اهي. الشوربه بقى اللي عندك سواء كانت لحمه او فراخ، جايبه لها ايه طماطمتين كده او 3 في الخلاط. دي بس ايه تحطيها كده، تسيبهم بقى يغلوا. تعملي ايه تاني بقى صباح؟ كده احنا ظبطنا الشوربه بقى خلاص. تغلي غلوه بس. شفتني وانا عاملين طحينه وبابا غنوج. طحينه وبابا غنوج. شويه فلفل اسود يا اسلام ماشي. تغلي بس في الطماطم بس شويه. كوبيبه ثواني بس.
هي غليت اهي يا بنات. تقوموا بقى عاملين ايه، واخدين بقى كده القرص كده مظبطينه بعد العمله اللي احنا عملناها فيه، وارمي بقى. اعملي هتاكلي بقى حبه كوبيبه ادعيلي على طول. هي بتنزل فين؟ تنزل تحت في الاعماق. بستناها بس تاخد غلوه كده واقوم حاطه تاني بس كده. خدوا بالكم بس عشان لو بالفراخ بتبقى ايه زي لازقه كده شويه، بس ما تقلقيش من خالص تبقى جميله. بعد كل ده يلا التحدي. طبعا جاهز. انت جاهزه للتحدي؟ انا عن نفسي يا جماعه جوعت جوع كامل. يلا وقع. هنخلص بقى ونرجع لكم بقى في تحدي. هي بص كده هتسويها ثواني بس، هتسويها زي الرز بالظبط. هتغلي غلوه وتقومي موطيه عليها نص توطيه وبعد كده توطي عليها خالص كده. كلهم باي باي. وهنا بنعمل المكرونه. كفايه بقى طولنا عليكم الفيديو. يلا مع شكل حلو. طولنا عليكم الفيديو قوي. يلا مع السلامه ويلا بينا على ايه، على التحدي. يلا.